المعلومات اللي عندي، وهي معلومات قد تكون مؤكده وممكن تكون مش بنسبه 100%، لكنه دي معلومات يعني اللي هي انا شخصيا متاكد منها، لكن اذا طلعت غلط فانا بعتذر لكم من دلوقتي. احمد عبد القادر رغبته الاولى انه يلعب لنادي الزمالك، وهي رغبه مشروعه على فكره، يعني ما تستغربوش ان بقول الكلام ده في قناه النادي الاهلي لان ما عندي حقه. وجلس اكتر من مره مع مسؤولي نادي الزمالك وبيدور او بيدوروا ازاي تخلص القصه يعني. فالنادي الاهلي اراح الجميع، هات لي عرض جيد بفلوس جيده ما عندناش مشكله، والا خلاص هتدخل في المنافسه مع اللعيبه. ممكن يتفوق على اشرف بن شرقي ويتفوق على تريزيجيه وتلاقيه اساسي وبيلعب ناحيه اليمين وبيلعب ناحيه الشمال وهو لعيب موهوب. لكنه عبد القادر عايز يلعب في الزمالك؟ نعم. عبد القادر جلس مع مسؤولي الزمالك اكتر من مره؟ نعم. عبد القادر رغبته واعلن لمسؤولي الزمالك انه هيبقى عايز يبقى موجود في النادي، وانه عنده استعداد انه يبذل الجهد والعرق من اجل